ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ حلقه النهارده حلقه مميزه جدا جدا جدا، لانها حلقه جايين نتكلم فيها عن انجاز تاريخي منتخب مصر ما حققوش غير 3 مرات بس في تاريخه، وهو الوصول للسيمي فاينل الاولمبياد في لعبه كره القدم. عملها مره في سنه 34، المره اللي بعديها في 64، وبعديها ب 60 سنه في 2024 بيحقق نفس الانجاز. في المرتين اللي فاتوا دول، رغم ان احنا وصلنا لنص نهائي الاولمبياد، الا ان احنا ما توفقناش في السيمي فاينل ولا حتى في ماتش الثالث والرابع، وخرجنا في مركز رابع وعمرنا ما كسبنا ميداليه في لعبه كره القدم. والمره دي بقى هنشوف لو فعلا هنقدر ان احنا نحقق ميداليه ولا لا. ولكن قبل ما نتكلم على ايه حظوظنا في المستقبل، تعالوا نتكلم شويه على المنتخب ده، ازاي قدر ان هو يوصل للانجاز اللي هو فيه ده، وهل في دروس مستفاده ولا لا. ما تنسوش بس كالعاده ان ده اليوم ال 25 في تحدي ال 100 يوم، التحدي اللي كل يوم فيه بننزل فيديو على القناه لغايه لما نشوف بعد نهايه المده وصلنا لكام مشترك على القناه. ودعمكم باللايك وبالشير وبالسبسكرايب حقيقي بيساعد جدا 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 انه يحمسنا ان احنا نكمل. وافكار الفيديوهات دي بتبقى دايما من افكاركم انتوا تحت في الكومنتات، فاكتب لي كومنت باي فكره لاي موضوع حلقه تحب تشوفوه في المستقبل القريب. يلا بينا يلا بينا. طيب انا يا جماعه احب اقول لكم ان حلقه النهارده هي اساسا كان متوضب لها تبقى حلقه فانتسي كده. حلقه فانتسي بقى هتنزل بكره، ولكن ما كانش ينفع بعد النتيجه الحلوه جدا اللي عملناها قدام باراجواي ووصلنا لنص نهائي الاولمبياد، ما كانش ينفع ان انا ما اطلعش واتكلم عن المنتخب ده، لان انا بالنسبه لي ده انجاز اوريدي كبير جدا. اي حاجه اكتر من كده، ان انت تطلع ثالث بقى، ان انت تقدر ان انت توصل للنهائي مثلا، اي انجاز اكبر بكده هيبقى حاجه خياليه ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين. ولكن حتى في اوحش الحالات، لو قلنا ان انت خسرت لا قدر الله في السيمي فاينل وخسرت ماتش الثالث والرابع وخلصت رابع الاولمبياد، ما زال هيبقى انجاز كبير جدا للجيل ده. فبما ان كده كده انا شايف ان ده انجاز كبير، تعالوا نتكلم من دلوقتي، تعالوا نحلل، تعالوا ندي المنتخب ده حقه، تعالوا ندي المدرب حقه، تعالوا ندي المنظومه حقها. اشك اللي انا عايز اركز عليه النهارده، وانا مش عايز ارغي كتير قوي في الحلقه دي، بالعكس انا عايز اوصل لكم رسالتي في اسرع وقت ممكن، هو ان انا فرحان للعيبه، ولكن انا لست فرحان للمنظومه ابدا. هي الفكره بس يا جماعه ان مفيش اي حاجه المنظومه دي بتعملها يخليك تقول ان سبب النجاح ده هو سيستم معين كان بيتنفذ. يعني مثلا مش هتقدر ان انت تقول ان مثلا مصر دي لو كسبت الاولمبياد، تعالى نتخيل بقى احسن صوره ممكنه، هل انت مثلا ممكن تقول ان والله السيستم اللي المنتخب المصري عمله ده ممكن يطبق في بلاد تانية؟ والله ده كان في فكر واجتهاد ورا المنتخب ده والجيل ده عشان نحقق ونجيب ميداليه ذهب في اولمبياد 2024. بكل تاكيد لا. مش هكلمك حتى مثلا عن التجربه البلجيكيه، الجيل العظيم اللي هم عملوه وازاي، وشفت اكيد حلقات كتير عنها قبل كده، ازاي قدروا ان هم يصنعوا جيل تاريخي زي ده، رغم ان قبل الجيل بتاع هازارد وكورتوا ودي بروين ولوكاكو والناس دي، بلجيكا عمرها ما كانت حاجه في الكوره، ولكن بسيستم معين قدروا ان هم يطلعوا جيل زي ده. مش هكلمك بقى عن الكلام ده، تعالوا نتكلم مثلا عن التجربه المغربيه اللي بتحقق انجاز تاريخي في كاس العالم 2022، ودلوقتي بفريقها الشاب ده بتحقق ان هي توصل هي كمان نص نهائي بتاع الاولمبياد، بتكسب بطوله افريقيا، وفي سيستم واضح الملامح وشغالين عليه بشكل كويس جدا. ففي منتخب مصر مفيش الكلام ده. طب يا عمر انت فرحان ليه لو انت شايف ان الموضوع جه بالحظ؟ اقول لك ان هو مش درجه حظ. انا شايف ان في لعيبه بتموت نفسها في الملعب، انا شايف ان في لعيبه مجتهده، ان في لعيبه رجاله، فانا فرحان ليهم هم، انا فرحان لفرحتهم. وفي نفس الوقت لو كانوا طلعوا من دور المجموعات عمري في حياتي ما كنت ممكن الومهم. استغربت جدا مثلا بعد الماتش الاولاني اللي لعبناه قدام دومينيكان ريبابليك، وكان بصراحه الاداء وحش جدا فعلا، استغربت جدا 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 الانتقاد اللي الناس وجهته للعيبه. نفس الناس دي بتتكلم على قد ايه ان المنظومه الكرويه فاسده، وقد ايه الاتحاد الكوره بتاعنا فاشل. فلو انت بتقول ان اداره المنظومه نفسها من الناس اللي ماسكين الكوره فاشل بشكل كبير جدا، متوقع ازاي ان يطلع لك اجيال بتلعب كوره كويس؟ باماره ايه؟ عشان كده دايما هتلاقوني اول ناس بدافع عنها في اي حاله من حالات الكوره في مصر هم اللعيبه، لان انا بشوف ان احنا عندنا كمصريين ميزه مهمه جدا 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 في لعيبتنا، ان لعيبتنا رجاله قوي 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 قوي، بالذات في المحافل الكبيره. عمري ما شفت لعيب بيتدلع، ولما لعيب حتى بيغلط في اوحش صوره ممكنه بيبقى غلط عفوي، عمره ما بيكون دلع. وعشان كده بالمناسبه برضو ده سبب بيخلينا نتصاب كتير قوي في الماتشات المجمعه. اولا لعيبتنا مش مهيئه خالص ان هي تلعب كل 3 ايام ماتش مهم مصيري، الضغط اللي بيتحط عليهم بيبقى ضغط كبير جدا، وهم بنيانيا مش جاهزين للكلام ده. ورغم ان هم مش جاهزين الا ان هم بيجوا على نفسهم وبيدوسوا على نفسهم عشان يفرحوك، وده اللي بيخليهم في الاخر يتصابوا. نرجع تاني بقى للبطوله دي، اللعيبه بتبذل مجهود مش طبيعي في الملعب، ولكن ما زال عندك نواقص للاسف انا مش شايف ان هي ممكن تتحل من يوم وليله. ما زال لسه عندك فكره ان الاثنين سنتر باكس بتوعك ايا كان هم مين على مدار الاجيال دايما لعيبه بطاء، ممكن يكونوا رجاله، ممكن يكونوا واحد على واحد مميزين، ممكن يكونوا طوال، ممكن يكونوا بيهينوا نفسهم في الملعب، ولكن عمرك ما بتقدر تصنع سنتر باكس صراع نسبيا. تاني مش هقول لك ان هو لازم يكون لعيب وينج يعني،
يعني، بس ازاي مصر مش عارفه تطلع ابدا سنتر باك صراع بالذات في الكوره الحديثه؟ بلاش يا سيدي هنقول عندنا عيب خلقي، مفيش حد في مصر سريع، تعالى هنجيبها على الجينات. ازاي لغايه دلوقتي ما عندكش سنتر باكس بتعرف تطلع بالكوره من تحت؟ مش هقول لك حتى موضوع الحارس ده جديد في عالم كره القدم، ان الحارس لازم يكون بيلعب برجليه كويس بقاله مثلا 5-6 سنين، لكن حته ان السنتر باكس تكون بتجيد بنايه الهجمه دي حاجه بقالها مثلا 15-20 سنه، ومع ذلك ما بتتعلمش ابدا. طب اقول لك على عيب بقى موجود في منتخب مصر بقالنا مثلا 30-40 سنه، التعامل مع الكرات العرضيه سواء في الكور الثابته او من اوبن بلاي عادي، ازمه كبيره جدا جدا عندنا. فانا مثلا لما حد مثلا زي في ماتش اسبانيا اللي كسبناه 2-1 بالمناسبه، الجون اللي اسبانيا جابته غلطه دفاعيه واضحه جدا في التعامل مع الكره العرضيه، انا ما اقدرش الوم السنتر باكس لو شفت الكره دي بنفس الشكل ده بتتكرر على مدار السنين. فواضح ان المشكله في المنظومه، واضح ان المشكله في التاسيس اساس. فمن ناحيه الطريقه اللي انت بتبني بيها اللعب، من ناحيه التعامل مع السرعات، من ناحيه التعامل مع العرضيات، مش مخليني اتقبل قوي او اقدر اقول ان المنتخب لعب ماتشات حلوه حتى الماتش اللي كسبناه قدام اسبانيا، لاني شايف غلطات كتيره جدا بتحصل. بس في نفس الوقت انا ما اقدرش الوم على اللعيبه حتى لو كانوا خسروا الماتشات دي، لان تاني بقول لك ان هي مش مشكلتهم هم. ولكن على الجانب المميز بقى عايزين نتكلم على، اولا اتكلمنا في العموم قد ايه الجيل ده جيل مجتهد، قد ايه اللعيبه دي بتحارب عشان تجيب لنا ميداليه وربنا يوفقهم ان شاء الله، واحيانا الاجتهاد والمحاربه دي بتغطي على نواقص عندك انت نفسك. بس الحاجه الثانيه اللي عايز اركز عليها هي شويه افراد فاجئوني بصراحه. مثلا النني لسه عنده مشكله نوعا ما في حته الخروج بالكوره، ان هو بيفضل دايما يلعب الكوره السيف، ولكن الامانه كل فين وفين يعني مثلا في ماتش باراجواي ده عملها بتاع 3-4 مرات ان هو يعمل كوره عاليه للوينجين، وكل مره كان بيعملها كانت بتوصل للوينج بالظبط، ما كانش في كوره ابدا بتطلع منه غلط. فنفسي امسك النني ده واقول له والله انت بتعملها كويس جدا، اتشجع واعملها اكتر، حتى لو في مره طلعت منك غلط مش لازم تكون ضامنها 100% عشان تعملها، خد شويه ريسكات. ولكن عموما اوفر اول هو بيجري بمعدل تاريخي، قائد في الملعب، بيزعق اللعيبه احيانا، بيطبطب على اللعيبه احيانا، حقيقي مبسوط جدا جدا بادائه. اللعيب الثاني هو زيزو. ليه انا بركز على اللعيبه الكبار؟ لان دول اللي كان عليهم مسؤوليه اكبر، المفروض ان انتوا تبقوا خبرات الفريق. فزيزو برده بدا البطوله بشكل وحش للامانه، مش هنكر، اول ماتشين كانوا وحشين جدا، ولكن ماتش اسبانيا عمل ماتش كويس جدا، وبعدين الماتش ده قدام باراجواي عمل ماتش عظيم جدا لغايه لما اتصاب، وشكلها كده اصابه طويله، بس اتمنى ان هي يعني تبقى بس ايه اجهاد ولا حاجه ويلحق الماتش بتاع السيمي فاينل اللي هنحتاجه بشكل كبير. ولكن عجبني جدا التفاهم بتاعه مع ابراهيم عادل، شويه ده يروح يمين شويه ده يروح الشمال، الانسجام ده عاجبني جدا. ميزته كمان ان هو سريع، فاحيانا لما انت تبقى مضغوط بيبقى عندك لعيب سريع يساعدك في الكاونتر اتاكس ان هو يشد الفريق لقدام، وهو مميز جدا في الحته دي ان هو يشد الفريق عموما لكام يارده قدام كده. ابراهيم عادل طبعا ربنا يكرمه، بطوله ناريه، وحقيقي هنقعد نقول الكلام اللي احنا دايما بنقوله على اي لعيب يتالق في بطوله جماعيه، هو ان يا رب اللعيب ده يحترف، ولكن كلنا عارفين صعوبة الموضوع. مش عايز اكون متشائم، خلينا حلقة حلوة يعني، بس يعني نفسي والله يا جماعة ده لعيب لازم يحترف. ومش هنا لازم اتكلم لما بنجيب سيره الاحتراف، مش لازم يلعب في برشلونه، في ريال مدريد، مش لازم يلعب في البريمير ليج، يا عم ما تروح تلعب في سويسرا، ما تروح والله العظيم احسن من الدوري المصري، برضه هتاخد خبرات، برضه هيبقى لياقتك البدنيه اعلى من كده، برضه لما تيجي المنتخب هتفيدنا بشكل اكبر. روح سويسرا، روح الدنمارك، روح البرتغال، روحوا البلاد دي يا جماعه، مش لازم يا اما البريمير ليج يا اما لا اقعد في مصر. كمان عاجبني جدا 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 اللعيب اللي اسمه حاجه قطه، انا مش فاكر اسمه بالظبط اعذروني، ولكن لعيب سريع جدا، فراك في الملعب، بيقطع كور بشكل كويس جدا، حسه الكروي عالي قوي، ومهاري في نفس الوقت، يعني لما بيستلم مثلا وظهره الملعب بيعرف يلف ويهرب من اللي وراه، فعاجبني قوي برده، ده اكتشاف بالنسبه لي انا ما كنتش اعرفه قبل كده. كوكا عامل بطوله كويسه جدا، شحاته عامل بطوله كويسه. تاني برده عندي مشكله مع سنتر باكس عمر وحسام، بس برده ما اقدرش الومهم، واضح ان دي مشكله عندنا ازليه، فما اقدرش ان انا الومهم هم شخصيا، ولكن هم للامانه بيهينوا نفسهم وبيجتهدوا على قد ما يقدروا. انا دلوقتي وانا بصور الحلقه دي لسه ماتش فرنسا والارجنتين خلصان، وفرنسا كده هي اللي كسبت 1-0، فده معناه ان احنا في السيمي فاينل هنلعب فرنسا، ماتش صعب جدا، ماتش ما حدش مننا متوقع ان مصر تكسبه، طبعا هيبقى انجاز عظيم وكلنا نفسنا العيال دي تفرح، ولكن كل اللي احنا بنطلبه بس ان هم يكملوا بنفس الشكل ده، نفس الاجتهاد، كده من ناحيه الكواليتي هتفرق بكل تاكيد، ولكن بس عايزين نشوف لعيبه بتهين نفسها في الملعب، وانا متاكد ده هيحصل على فكره، ما عنديش شك ولا 1%. على الجانب التاني هنشوف ماتش ناري ما بين المغرب واسبانيا، انا نفسي بتوقع المغرب تكسب، انا شايفه فريق قوي جدا جدا جدا، واسبانيا على الجانب التاني شايف ان هي بصراحه
فاجئتني، اللي هو انا كنت متوقع منها احسن من كده. مش بقول ان هم فريق وحش وممكن يكسبوا المغرب، برده مش هيبقى ماتش سهل على المغرب، ولكن على فرقه دايما بتطلع بنجوم كتير ومنتخب عريق جدا في بطولات الشباب، توقعت منه بصراحه افضل من كده. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل في السيمي فاينل، ربنا يكرم المنتخب ان شاء الله. وفي نهايه الفيديو عايز بس اقول لهم ان انا فخور جدا بيهم وفرحان ليهم هم، ايا كانت ايه النتيجه، انتوا اوريدي عملتوا انجاز كبير قوي. طيب قولوا لي بقى انتوا يا جماعه رايكم في المنتخب، قولوا لي انتوا عندكم اي امل ان احنا ممكن نكسب فرنسا ونوصل لنهائي الاولمبياد في سابقه لم تحدث في التاريخ. عرفوني كده رايكم تحت في الكومنتات، ما تنسوش تقترحوا عليا في افكار فيديوهات جايه ممكن نعملها في المستقبل القريب، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا سلام.